السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ وحشتوني كتير. يلا زي ما تعودنا مع بعض، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خير ما نبدأ به الكلام ذكر الرحمن. تعالوا بقى النهارده هوريكم مع بعضنا كده. الاستاذة سما عملت لنا خيار مخلل. بصوا، انا ما كانش عندي مخلل، كان عندي ليمون مخلل موجود عندي، بس هي كانت عايزة تاكل خيار ونزلت عشان تجيب من السوبر ماركت اللي جنبنا، ما لقيتش. فقالت لي خلاص يا ماما انا هعمل لك الخيار في 5 دقايق. وفعلا خرجت دخلت المطبخ ومفيش 5 دقايق بالظبط لقيتها طالعه لي ببطرمان خيار. ايه يا بنتي انت عملتيه ازاي؟ قالت لي تعالى اقول لك على الطريقه، وانتوا كمان تعالوا نقول لكم سما عملته ازاي. بس لو اول مره تشوفيني اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد. استاذه سما قطعت الخيار شرايح رفيعه، وبعدين نزلت عليها بمعلقه شطه ومعلقه كمون وفصين توم ناعمين، وحطيتهم على بعض، وحطت ربع كوبايه خل عشان الخل اللي عندنا خام. لو الخل اللي عندك مش خام خلاص حطي كوبايه خل. وبعدين عملت ايه تاني الاستاذه سما؟ لا انت هتوصلي لحد هنا ومش هتشتركي في القناه وتفعلي الجرس وتقولي كومنت حلو لسما بقى وتقولها تسلم ايدك يا سمسم. وبعدين راحت مقلباهم وحطت نص ليمونه وراحت مغطياهم بالميه السخنه. اهم حاجه تغطي الخيار بالميه السخنه. بعد ما تغطيه كويس تركنيه على جنب حوالي مثلا 10 دقايق كده بالظبط. هتلاقي لون الخياره معاكي اتغير ازاي؟ اتغير بقى دخل كده عن تحسيه بقى كأنك جايباه من بره. تحسي عارفين الخيار اللي هو مخلي كده بيبقى لونه غامق؟ هي زودت هنا نص كوبايه تاني لان لقت الخيار الميه بتاعته قليله، وهي لازم الميه السخنه تغيره تغطي الخيار. بصوا هنغطيه دلوقتي ونركنه. وبعدين هنعمل ايه تاني واحنا واقفين كده مع نفسنا كده؟ هنروح مصلين على النبي وذاكرين ربنا ونستغفر ربنا، وبعدين نرجع نشوف سما عملت ايه. سما عملت ايه تاني؟ صفت الخيار من الميه السخنه. بصوا لون الخيار عمل ازاي، اللون بتاعها غير كده بقى لونه مصفر شويه. راحت مصفيه من الميه السخنه اللي كانت فيه، وراحت نازله عليه بالشطه وبالملح تاني وحبه خل صغيرين. ودوقي الخياره بتاعتك، لو لقيتيها خلاص كده تمام والملح بتاعها مظبوط معاكي خلاص، لسه عايزه حبه ملح ممكن تحطي لها حبه ملح. ونزلت عليها كوبايتين ميه ساقعين متلجين. واخدين بالكم كانت الكوبايه مشبره ازاي؟ يعني الميه ساقعه. وبعدين هنعمل ايه تاني؟ هنروح بحاطينهم في بطرمان ونخضيهم بالميه اللي احنا عملنا لهم ده. الميه دي تعتبر محلول. بصوا اللهم بارك، شايفين الخيار ده؟ اقسم بالله في 5 دقايق بالظبط او 10 دقايق كان معمول. بجد تسلم ايديها. بصوا شايفين الحلاوه؟ ايوه كده انت وهي. عودي بناتك، لو عندك بنات عوديهم ان هم يساعدوكوا يخشوا من المطبخ عشان انت اللي ترتاحي. بتقول لنا الخيار هنا كان جميل، هي كانت عاملاه وفرحانه بيه. طلعت لي بطرمان وطبق. ويلا اشوفكم على خير وكل سنه وانتم طيبين.